بعد غيبة طويلة أحبائي عدنا إليكم ومع لقطات وكذلك لحظات التي عشناها هناك بذلك المكان المقدس بمكة المنورة. إذن هنا كانت الانطلاقة من مطار ديال القطارات متوجهين إلى مكة لأداء مناسك العمرة. هذا القطار اللي كيدي لمكة، هنا في الطريق لمكة كان المنظر جد هائل وجميل جدا في كل محطة وفي كل مكان وفي أي مقبرة يعني كندوزو عليها في الطريق إلا وكتذكر مجموعة من الصحابة، مجموعة من أمهاتنا المؤمنات، وكذلك مجموعة من الأشخاص اللي خلاو واحد يعني لمسة بارزة في قلوب جميع المسلمين. إذن هنا كانت الانطلاقة متوجهين إلى مكة إن شاء الله، أو عكا أو بكة. إذن هذه كلها أسماء كانت لمكة المكرمة. هنا في الطريق سنتوجه إلى مكة بإذن الله والإحرام. إذن ها هنا كانت مكة المكرمة وقمنا بالإحرام وتوجهنا كذلك إلى مكة بالليل لنحط الرحال بهذا المكان المقدس ولأداء مناسك العمرة، ولله الحمد. كما تنظرون هنا مكة في الصباح الباكر، مكة الجميلة، مناظر الرائعة، سماء صافية، وجوه منيرة. وأميري إلياس كذلك يتوجه إلى المسجد في الصباح الباكر مع أبوه لأداء الصلاة كما تنظرون. وها هنا مكة امتلأت وكل حشود من البشر يعني يتوجهون إلى أداء مناسك العمرة من جميع البقاع العالم. هناك أشخاص صادفناهم ماليزيين وكذلك يعني مسلمين وأمريكيين وأصحاب يعني ديانات أخرى ثم أسلموا. هنا مجموعة من الأشخاص يجمعهم دين واحد وكلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تنظرون هنا بالقرب من الحجر الأسود إحساس جميل جدا لا يوصف، رائحة المسك تنبع في كل مكان، هدوء وإيمان روحاني وأصوات منابر في جميع المكان للصلاة. كما تنظرون هذه طريقنا إلى البيت إن شاء الله، ولنا تتم في فيديوهات أخرى إن شاء الله بإذن الله، قراءة للقرآن واستراحة بالبيت. ثم ها هنا جئتكم ببعض اللقطات التي كانت في المسجد هناك بمكة. ما أجمل المكان وما أجمل الإيمان إن كان في قلوب المسلمين، فأنار الله دروبكم. إذن يومكم أحلى بذكر الله ويومكم خيرات الله إن شاء الله. إلى اللقاء، إلى حلقات مقبلة بإذن الله ومع فيديوهات جديدة. أراكم لاحقا.